في فيديوز على الفيسبوك لسه شفتها النهارده فحابب ارد عليها. زياد شوقي على فكره احنا طب يلا في اللي فاتت يا معلم لقيت غدا شحاته عامله فيديو علينا كانفلونسرز بتشتمنا فيه. ايه كميه اللينكس والفيديوز اللي انتوا عاملينها على الفيسبوك والدنيا ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا ليه يا جدعان؟ في مشكله عندكم؟ لو عايزين مساعده عينينا احنا اللي في مشكله، احنا اللي محتاجين مساعده يا غاده. متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طب انا مش هتكلم، بص كده عبيط ولا ايه؟ على الاقل يا غاده احنا بنتكلم في فيديوز، مش بنرمي على نفسنا ورد بلدي ومشغلين اغنيه اجنبي اصلا. قصر جدع 1-0. بس برضه يا غاده يعني ما قلتلناش انت عاوزه ايه؟ انا عايز دكارين بط بلدي من الاسود بتاعنا ده عشان عايزين نعمل محشي مع البط. بس هي ايه؟ اتفضل يا عم. يعني بعيدا يعني يا غاده عن المحشي والبط والزروطه دي، بس افرض يا غاده حد سمع الكلام ده وقلدك مثلا. انا ادمان صح؟ اللي هو انا معدي جدا في اسلوب الشباب هنا بيقول بقى صباح الخير جدا 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 والله، وبعدين يجوا يزعقوا لي احنا بنقول كلامك والله طب خافي يا عيد. يمي ادمان ومعديه وبيقولوا كلامك ومبسوطه. طب يعني يا غاده معلش انا عندي سؤال صغير، هو انت ما بتفكريش 5 دقايق قبل ما تعملي اي فيديو؟ لا خالص اقسم بالله، هي جت في بالي كده عملتها خلصنا. يعني بصراحه معلم بعد الفيديو الجاي ده انا صدق عادي جدا ان هي حتى ما بتفكرش مش 5 دقايق، دقيقتين قبل ما تعمل اي فيديو. نسأل الله الخلاص عشان خلاص. بس اقول يا معلمي فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح يعني يا غاده ايه رايك في المقوله دي؟ فاقد الشيء لا يعطيه مقوله خاطئه جدا، يعني فاقد الشيء اكثر من يعطيه. يعني المطلوب ايه، نرمي اللي فات ده كله ونصدق سيادتك ولا ايه؟ بصي انا من رايي ان انت ما تتكلميش مصري تاني. موراكو يو كاكت يو روكت يو بروك ذا هول. بصي وانا من رايي ما تتكلميش انجليزي تاني. بعدين يا معلم انت عارفني انا ما بحبش اظلم حد. احنا ممكن يا معلم نشوفها بتتكلم انجليزي مره ثانيه، جايز تكون يا معلم بتتكلم حلو بس قلش منها بس في الفيديو ده. It's my accent. I'll do whatever I want. What can you do about it? I'll like it. I like it. ماشي يا معلم بس نعذر الناس، مش جايز تكون يا معلم من عشاق ميس ميرفت مثلا. يلا يكفيكي شرف المحاوله الثالثه اهو، اتفضلي. If you are doing everything from your heart and you're not appreciated, just collect yourself. ما هو يعني بعد كولكت يور سيلف دي انا مش هكمل. واضح يعني كده يا غدا ان انت من عشاق الفيديوهات اللي هي بتاعت تتعلم الانجليزيه في 3 دقايق دي. طب بلاش يا غدا انجليزي خالص. جربت تتكلمي باللغه العربيه الفصحى قبل كده؟ قوية أنت كبركان ثائر في جوف جبل، إذا قيل له تنفس سيحرق العالم أجمع إلى رماد. هو انا بشبه دي ترجمه بتاعت الافلام دي صح؟ عارفها انا، اسلام الجزاوي عارفه. بس ليه الحاجب اللي بيلعب لوحده ده يا غدا؟ بس يا غدا مش عيب تبقي مصدره لنا الصوت ده والاداء الرجولي البحت ده، والاقي تناقض وماشيه بمصاصه. طب ينفع كده يا معلمي؟ والله لو بعشق حجر هي من كتر يا معلم هي مصدره لنا الرجوله في الكلام الواحد مش مأزم الفيديو اللي هو ايه ده يا غالي. وانت لو فكرت فيها هتلاقي عادي يعني بنت وماسكه مصاصه ما عادي. بس يا غدا انت قلت ان انت متضايقه مننا كصناع محتوى بسبب موضوع معين كده صح؟ حتى اني بيتكلم بيقول لك صدمه وكده عشان يعمل استقطاب وبقى والناس تتفرج على الفيديوز وتدخل تعمل ومش عارف ايه وحوارات السوشيال دي يعني. بصي انا ما اعرفش مين اللي قال كده، بس لو ركزنا فيها يا معلمي هنلاقي الموضوع الى حد ما يعني مقنع. اصل غالبا يعني تصرفاتك وطريقتك يعني تبقى مبنيه على مواقف قديمه، يعني مثلا عدم ثقتك وشكك الزائد في البنت اللي معاك دليل انك نسوانجي. فقول لنا انا يا غدا كانوا بيعملوا معاك ايه زمان؟ انا كنت بقول الاذاعه المدرسيه كلها على بعضها، مقدمه بالقران بالحديث بالكلمه بالدعاء بالنشيد بالاغنيه اللي في الاخر، بقوم بكل الادوار. اتاريك قايمه بدور الراجل والست في نفس الوقت. هطير 2-0. طب تعالي نجتهد ونتعرف عليك اكتر. يعني مثلا لما تتعصبي بتبقى عامله ازاي؟ اقسم بالله العلي العظيم انا ببقى متعصب بتبقى على الله حكايه الدنيا كلها، ببقى وحش جدا ما تعصبونيش ان حرفيا ممكن نجيب قائد الامن المركزي تفض ليه بس كل ده وامن مركزي ونجهد ده بقى رسول ممكن ينجز الدنيا. 3-0. بس عارف يا معلمي احلى حاجه في غدا انها بتبين شخصيتها من المواقف، يعني بتبين انها صعبه مثلا من موقف ما بتطلعش بقى تقول انها صعبه والكلام ده. ما تلاشوني يا جدعان انا صعب جدا جدا. يا ريتني ما اتكلمت. بس غدا هو في ايه كله خناق كده؟ ما ينفعش يعني يبقى الدنيا هزار كده وخلصت. لازم نتخانق، لازم نبين العين الحمراء، لازم نتكلم كتير. اظبط نيتك يا معلمي انا ما بشتمش هنا في البرنامج. بس غدا اي انثى في الشتاء واسمح لي يعني اقول عليك انثى المره دي بتحس بمشاعر كده او مشاعرها بتتحرك في الشتاء. انت بقى غدا عامله ايه في البرد ده؟ ما تتكسفيش وقولي لنا. اللي بتتكسف ايه؟ انا في البرد انا بشغل المكيف والمروحه بص كنت اشتغلت بالبطاريه. في حاجه غلط بالموضوع بس هو كده. حاجه واحده بالنسبه لك اللي غلط؟ والله على رايك سايبه كل الحاجات وماسكه في ده بس. والله يا راجل كبر مخك. بس يا غدا طالما دخلت قار السوشيال ميديا لازم تتعلمي تحترمي المتابعين. ما ينفعش غدا اشوف لك فيديو بتتكلم فيه مع متابعينك
بشكل استفزني انا شخصيا. وبعدين اصطبح على الصبح عشان ما يتخانقش. ولد عيب ينفع كده؟ طبعا يا معلمي انت مالكش دعوه بالكلام ده، بس غدا يعني نصيحه مني حاولي تحبيهم وقولي لهم ده في فيديو مثلا. more some more I'll give you I love you. بص تعمل بالعهم. ما قلنا بلاش انجليزي يا غدا، خليكي صراحه مع نفسك، انت مالكيش في الانجليزي، اكيد يا غدا ليكي في حاجات تانية. قولي لنا بقى ليكي في ايه؟ كل الحاجات في اي الحاجات في كل الحاجات، انا ليا في كل حاجه وفي اي حاجه بصلاه على النبي. وبترجعوا تزعلوا من مزاحي معاكم. طب بذمتك انا هذممك. بذمتك لو حد سمع الكلام بتاعك ده يفتكر ايه؟ بس يا غدا انا سمعت طرطيش كلام كده انك فلاحه، هل الكلام ده حقيقي؟ ايوه فلاحه قوي قوي يا اخويا، جدا جدا والله. انت ايه اللي مزعلك بس كده؟ تعرف تبقى زيني؟ لا. ولا ربعيني؟ لا برضه يا اخويا روح على حالك. تمام. بص بقى النقله دي مصطنعه قوي والله يا معلمي. في الفيديو اللي فات ده قربت للصوت الانثوي اللي جواها. يا شيخ كنت خضتنا عليك، الحمد لله على السلامه. انا ما بهبش من حد. الناس اللي بتتكلم دي لما بتقف قصادي او قدامي ما بتعرفش تبم، بتعملها على روحها بمعنى الكلمه. بجد؟ طب خاف يعيد تاني. يمي بس استنى نكمل كده يا معلمي. بمعنى الكلمه. اهو شفت يا معلمي في صوت هوا. هو انت لو هتزوموا هم واقفين كده فبصراحه ليهم حق يعملوها على روحهم يعني. بس غدا نستشف من كده ان انت بتقول الحق دايما. بقول الحق ولو على رقبتي لو فيها موتي، ما بسيبش حقي لو فيها موتي. غدا انت على التيك توك فقشطه يعني. شباب والله كبرت الموضوع. الحكايه مش مستاهله كل ده غدا يعني، احنا مش في المحكمه. كل ده يا معلمي تمام لغايه اما غدا شحاته جاب سيره الفيديو. في فيديوز على الفيسبوك لسه شفتها النهارده وحابب ارد عليها. زياد شوقي على فكره احنا لو قعدنا مع بعض يا اسطى بنقلش وبنهزر هنخرب الدنيا، بس ما تغلطش فيا عشان عند الله تجتمع الخصوم. فاهم؟ والله يا غدا بعد اللي شفت ده كله ما اعتقدش ان انا ممكن اقعد معاك. لا وايه نخرب الدنيا دي بس اكتر من كده بتبقى مصيبه. وبعدين يا غدا حوار ان ما غلطش فيكي دي افهمها لي. ده برنامج كوميدي اجتماعي ساخر، انت طلعت يا غدا بينتي للناس حاجات مش طبيعيه وترند بقى وكده واشغل ما تشغلش والشغله دي. يعني ما حدش عادي بيعمل كده اظن، وانت يا غدا لو مش متفقه معايا في النقطه دي بالذات يبقى ملوش لازمه الكلام. وبعدين مش شايفاها غريبه ان انا اتكلم وغيري من الانفلونسرز كتير قوي زمايلي يتكلموا برضه؟ ما هو يا اما حاجتين، يا اما كلنا متفقين عليكي ودي نظريه مؤامره ضعيفه يا غدا وانا ما بتفقش مع حد، يا اما انت عامله حاجه مش طبيعيه ومستفزه واستفزتنا كصناع محتوى وعملنا حلقه بس كده. وانا معلم صراحه كنت عايز اتكلم عن مهزه كاس العالم ويا كره القدم كما انت غداره كده يعني. وكلمت صاحبي صهيب وبقالنا يومين بنكتب، بس اعمل ايه بقى؟ صحيت على منشن الناس بتقول لي غدا اتكلمت عليه، وانت عارفه بقى انا ما اعرفش ارفض لمعلمي المشاهد طلب، وعارفه معلمي اتاخرت عليك بس ان شاء الله مش هتاخر تاني. ما ينساش يا معلمي تقول لك اتكلم عن مين الحلقه الجايه. يلا سلام.